شافت كرمون شلب وحده برزت روحها من الساعة خايفة بين ذنيك. طبعا هاي شباب الأماكن اللي جاي أصور بيها هاي تصير خضرة بالشتاء بالصيف العفو، لكن هسه مو برودة كلها جاي تتبل. الشهر الثالث يلا راح تطلع. تعال شباب الخاطر هاي الطلعة السفرة البعيدة أريدكم متابعة للحساب، لأن هواي جاي ناس تشاهدنا وتخلي لايك وتتفاعل. والله حتى من أقول تابعوا فلان يروحون يكتبون من طرف سالم علي، لكن المتابعة ما ضغطين، أنا أدخل على حساباتهم. فيا شباب اللي ما متابعني اليوم يتابعني. قبل أنا أقعد أفكر أطلع وحدي، لكن هي سوت لي وهس أكثر. ما شاء الله هي ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بخصوص طائر الفلامنجو او غيره اعذرونا اذا يخون التعبير، انا ما اقدر الفظ الاسامي كلها. مثلا الفنجس لازم اقول فنجس، يعني ايش تريدون اقول لكم؟ تلاحظون اجواء العراق الوحيده اللي هي مو ملائمه مو حلوه، يعني ارض العراق مو حلوه. هسه هاي زرع ومتعوب عليها وكلش وما صاير حلوه. ليش؟ لان احنا يعني يمكن ما نستحق مع احترام للزينين. مثلا طير الدراج عندنا شحالاته يجون يقتلونه. مثلا طير القطا اصواتهم حلوه وطيور يعني كلش جميلات وحلوات يجون يصيدونه. الفلامنجو هذا اللي يجي عندنا خطار ويروح هم يجون يصيدونه. فبحيث الله سبحانه وتعالى من يعطيك شيء يعوضك بشيء ثاني، من يخلي عندك حيوانات راح يخلي لك القاع زرقاء، لكن اذا انت تجي تصيد هاي الحيوانات حتى بالارض ما تبغى بركه، فشيء يكمل شيء. انت لا تخلي نغص حتى ما تنغص الجهه الثانيه. ان شاء الله يكون واضح قصدي، وان شاء الله هاي الناس تتوعى اكثر، يعني مو يلحقون الماده ولا يلحقون الطمع ويروح يصيد له طيور مهاجره حلوه. وانا بقول شلب بسولف كاظم ما اسال على رعيه. بابرد تكمل دربي، لكن اكو شيء مو بالحسبان. جهازي لقيته بثلاثه، ابغى ثانيتين ويقطع ثانيتين، يبغى واحده هيجي. فاعذروني بعد انا راح ارجع، راح لو اصل مسافه وارجع لو ماكو ارجع للبيت يعني. زين جهازي ما ادري بيه، هاي مو بالحسبان، جهازي مخلص شحن. خلنا نروح القعده ذي الشباب من العام ما شايفها واريد اشوفها نفسها تغيرات. اكو قاعده شفناها هنا قبل سنه مال، طبعا هي مال قرايبك اللي ما ادري بيها، مال علاوي نعيم. علاوي نعيم زعيط، تحياتنا لك علاوي اذا تشوف الفيديو مالنا هذا اليوم. من رخصتك عود صورنا بقاعك انا والكلب مالتي، هي ما سوى شيء. هسه راح اتبزر راح تونس شويه ومخلي الجنوس. وهاي الكراسي الحلوه، هاي القعده عجبتني من العام وفكر اطلع بها سفره. شوفوا لي ما شاء الله